نظم مساء أمس الأحد بقلميم فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمدينة ندوة حول موضوع التشغيل بقلميم بين الواقع والآفاق، وذلك بحضور عدد مهم من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية. جمال أحمد عضو في حركة معطلي قلميم يصرح بالآتي لميكروفون محمد خليج. هذه الندوة اللي كينظمها اليوم المركز المغربي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع حركة معطلي قلميم ومجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية والجمعوية تحت شعار التشغيل والآفاق في مدينة قلميم. بطبيعة الحال كيتناول الموضوع اللي هو يتعلق بقضية التشغيل في المنطقة ومقترحات اللي كيوضعوها لا سواء المعطلين ولا الإطارات الأخرى للخروج من هذه المعضلة. بطبيعة الحال نعرفوا بأن قلميم كيعرف واحد التراكم ديال عدد المعطلين. كحركة معطل قلميم قمنا بمجموعة من الوقفات والاحتجاجات اللي هي سلمية أمام الإدارات العمومية، وتمخض عنها إحصاء مجموعة من المناصب الشاغرة والخاصات اللي كيبالغ حتى ل 892 منصب. بطبيعة الحال بعض الإدارات اللي هي رفضت تمدنا بالخصاص، ولكن إدارات أخرى وضعت الخصاص أمام المعطلين. قمنا بمجموعة من المراسلات للجهات المركزية سواء الوزارات، ثم قمنا بمراسلات عديدة لولاية جهة قلميم بالسمارة لتحريك هذا الملف، ناهيك على أنه كان واحد الاعتصام في الرباط وطرحنا هذا الملف على مستوى المركزي على وزارة الداخلية، وبالأحرى واحد الخامية ديال الكلمة بالشؤون الصحراوية وضع أمام هذا الملف، وكانت وعود باش يتحل هذا الملف بعد الانتخابات. الخلاصة حاليا حنا الإطارات كيناقشوا الداخل عن كيفية نجعلوا هذا الملف التشغيل اللي هو قضية رأي عام، وتكون توصيات حول واحد المذكرة اللي هي مطلبية اللي يمشوا فيها الإطارات السياسية والحقوقية. أما النضال الميداني فهو راه كيرجع للمعطلين اللي هما اللي خصهم يوجهوا النضال الكفيل بتحقيق جميع المطالب.